السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح إن تداعيات الحرب على غزة اللي داخلة في الشهر السابع لا تتوقف، والأحداث لا تتوقف. امبارح شركة الشايع بتاعت الاستثمار وبتاعت اللي عندها توكيل ستاربكس في الشرق الأوسط وفي مصر قررت وأعلنت إنها هتتبرع لغزة ب3 مليون دولار بعد 7 شهور من الحرب. طب كان فين من زمان يا شركة الشايع؟ كان فين من زمان؟ بعد المقاطعة وبعد ما المصريين الأشداء التمام والشعب المصري الجميل والعربي قطع ستاربكس، ابتديتوا تحسوا إن المبيعات نزلت والبروفيتس نزلت والأرباح نزلت، وابتديتوا تحسوا على دمكم شوية. طب ما كان من 7 شهور فاتوا تصريح صغير كده من شركة الشايع واستثمارات ستاربكس في الميدل ايست في الشرق الاوسط، يعني على الاقل تقول مش تتضامن مع غزة، تقول ايه ملناش يعني موقف سياسي معين او تضامن يعني. دلوقتي جايين تتبرعوا ب3 مليون دولار للغلابة بعد ما اتطحنوا وماتوا وخرجوا من بيوتهم وقاعدين في خيم، ويا عيني بيعوموا ورا المساعدات وبيجروا ورا المساعدات وبيقفوا فوق كده بتترمي لهم من البر ومن الجو ومن الطيارات والطحن شغال. المفروض استثمار زي ده كده زي ده كبير وشركة زي ستاربكس تبقى عارفة ان المقاطعة هتأثر فيهم، ويبقى عندهم كشركة مسؤولية اجتماعية أو مسؤولية مهمة للقضايا المناطق اللي هم بيشتغلوا فيها. وطبعا قضية فلسطين دي وقضية غزة من أهم القضايا في الشرق الأوسط. الصمت بتاعكم يا ستاربكس والصمت والدعم، معرفش بقى دعم الإسرائيلي ولا إيه، طبعا أثر فيكم. بس أنا بقول لكم إحنا مش عايزين ال3 مليون دولار دول ولا الغزة، عشان بتوع غزة ليهم ربنا. توليت، تبرعكم متأخر جدا، كان لازم من زمان تاخدوا موقف واضح، موقف اللي هو بياخدوا أي واحد شريف ومحترم وعنده إنسانية. موقف الواضح والشريف واللي عنده إنسانية ومبادئ إنه يناصر الشعب الفلسطيني الغلبان. إحنا ضد إراقة الدماء، ضد الذبح والدمار اللي بيحصل ده. اي شركة محترمة مالتي ناشونال زي ستاربكس كانت لازم تعرف وعندها حس، يكون عندها حس ووعي لقضايا المنطقة اللي هي بتشتغل فيها. اوعوا كنتوا تفتكروا انكم هتنصروا اسرائيل وجيشها وذبحها واحنا هنفضل قاعدين ساكتين. انا يعني بزعل طبعا على المبيعات اللي بتبقى نازلة والارباح وكده، عشان في مصريين عمال وغلابة عرب كتير بيشتغلوا في الشركات دي. بس انتوا كنتوا ممكن تلموا الدنيا دي من الاول، مش بالتبرعات ولا بالفلوس. خلاص ما الناس ماتت واتهجرت. تصريح ستيتمنت بسيطة كده توضح موقفكم. للأسف تو ليت يا ستاربكس. أعزائي المشاهدين، لو عجبكم الفيديو ده سبسكرايب وفولو واشتركوا في القناة. شكرا لحسن المتابعة، نشوفكم على خير دايما. مع السلامة.